السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة فضولك مش هيخلص. عمرك سألت نفسك ليه أظافرك بتطول أسرع بكتير من شعر جسمك؟ طب وإيه الفرق ما بين شعر الجسم وشعر الرأس؟ السر في الخلايا. الأظافر بتتكون من خلايا بتتجدد بسرعة كبيرة جدا، وبتاخد تغذية أكتر من الدورة الدموية، وكمان أطراف الأصابع دايما بنستخدمها، وده بيحفز النمو الطبيعي للأظافر. لكن شعر الجسم فطوله بيكون محدود بسبب دورة الحياة القصيرة لكل شعراية. يعني الشعر بيمر بمراحل نمو، وبعد فترة قصيرة بيتوقف عن النمو وبيقع. لكن لو جيت تقارن من شعر الرأس وشعر الجسم، فهتلاقي ان شعر الراس بيطول بشكل مستمر، وده لان دورة حياته بتكون اطول بكتير، بتوصل لسنين، وده بيخليه يطول لحد ما نقرر نقصه بنفسنا. وكمان جذور شعر الرأس بتاخد تغذية اكتر، عشان كده بتطول اكتر وبتبقى اقوى من شعر الجسم. لو الفيديو عجبك واستفدت، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من سلسلة فضولك مش هيخلص. كل حلقة معلومة أغرب من الخيال. سلام مؤقت وفضول مستمر. كنتم مع فضولك مش هيخلص.